السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه الإنسان لازم يبقى متدين وإيه علاقة ده بعلم النفس؟ ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أو مماتهم ساء ما يحكمون. حياة المؤمن بتبقى مختلفة، مش حياته بس الخارجية اللي بيعمل الصالحات ويحتسب كل الأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى. مش بس حياته بتبقى كويسة الظاهرة اللي هي معاه فلوس وهكذا، ولكن حياته الداخلية بيكون عنده رضا، بيكون عنده إيمان بقوة عظمى بتحرك هذا الكون، فبيبقى عنده رضا داخلي وسعادة وراحة نفسية. تاني حاجة مماته، لو إنسان قدر يتحكم في حياته مش هيقدر يتحكم في مماته. فناس كتير بتموت ما بتاخدش معاها حاجة، فهل مماتهم هيبقى أو حياة البرزخ هتبقى زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا طبعا، هتبقى حاجات تانية خالص. فعشان كده لازم نكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات عشان حياتنا ومماتنا يكونوا مختلفين.